قبل أن تبدأ الحلقة الثامنة، هناك 3 جبهات ستشتعل في وقت واحد. الأولى: سر قد يدمر صاحبه. الثانية: قوة عسكرية تدخل الديرة. الثالثة: خطة اختطاف تجهز في الظل. عودة فليحان ليست مجرد زيارة، بل تهديد مباشر لمساعد. فليحان يعرف الحقيقة، ويعرف أن قصة الغربة كانت كذبة محكمة. مساعد كان قاطع طريق، وأي مواجهة بينهما قد تكشف الماضي أمام الشيخ صقر وشاهين. لذلك يبدأ مساعد بالتحرك سريعا، يراقب، يتجنب، ويحاول معرفة نوايا فليحان. هل سيصمت أم سيستخدم السر لإسقاطه؟ وفي نفس الوقت، المشهد الأكبر يتشكل خارج إطار الصراعات الشخصية. الفندم مراد يصل إلى الديرة ومعه فريق كامل من الجنود. هذه ليست زيارة عادية، بل بداية عملية منظمة لكشف معمل المخدرات. المعلومات جاهزة، والأسماء تحت التدقيق، وأي خطأ صغير قد يفضح شبكة كاملة. دخول مراد يضع الجميع تحت الضغط، خصوصاً من لهم علاقة خفية بالمصنع. لكن الأخطر هو تحرك فزاع. فزاع لا يواجه مباشرة، بل يخطط لضربة موجعة. مبروك ورفيقه يبدأان بجمع المعلومات عن قمر وجراح داخل المدارس، خطوة تمهيدية لتنفيذ عملية اختطاف مدروسة. الهدف ليس الأطفال بحد ذاتهم، بل استدراج شاهين إلى مواجهة في المكان والوقت الذي يحدده فزاع. وفي الخلفية يظهر الصوت الغامض من جديد. الجاسوس الذي يمد فزاع بكل تفاصيل الديرة يتواصل معه مرة أخرى، لا وجه ولا اسم، وصوت مغير بالكامل. ظهوره يؤكد أن هناك خيانة داخل الصفوف، وأن كل تحرك مراقب لحظة بلحظة. هويته ستظل سرا، لكن تأثيره سيزداد خطورة. الحلقة الثامنة ليست حلقة تمهيدية، هي نقطة تحول. سر مهدد بالانكشاف، عملية عسكرية على الأبواب، وخطة اختطاف قد تشعل مواجهة لا يمكن السيطرة عليها. كل الأطراف تتحرك، والسقوط قد يكون مفاجئا. استعدوا لحلقة تغير قواعد اللعبة بالكامل.